تم رصد قرد من الطائف قرب القاعدة. عط الفرقة إشارة الجاهزية. بسرعة يا شباب، بسرعة قبل يفلت القرد. مسكناك يا خائن، أبو راس مربع. قرود الطائف خرقوا اتفاق السلام، واليوم ما راح ينامون. كفو. حنا جايينكم يا خوافير وما راح يبقى منكم أحد. اليوم يومكم يا خوفير. تحرك بسرعة. ثبتوه زين. Move, secure the prisoners. On it, Captain. No resistance. Radio chatter. Target acquired. Commencing attack run. Missile away. Direct hit. وش ذنبنا؟ حرقوا بيوتنا وخذوا أهلنا. عاجل. قرود أبها تشن أعنف هجماتها على قرود الطائف بدعم من القوات الأمريكية القردوية. شهدت يبهات الصراع بين قرود أبها وقرود الطائف تصعيداً غير مسبوق، حيث نفذت قوات أبها فجر اليوم هجوماً واسع النطاق بغطاء جوي وبري وبدعم مباشر من القوات الأمريكية القردوية. الهجوم استهدف مواقع عسكرية حساسة داخل أراضي الطائف، وأسفر عن تدمير منشآت استراتيجية بالكامل، إلى جانب سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف قرود الطائف، بينهم قيادات بارزة. وأكدت مصادر ميدانية خاصة أن العملية أسفرت أيضاً عن اغتيال رئيس الاستخبارات القردوية للطائف في ضربة وصفت بالأقصى منذ اندلاع النزاع. كما تم اعتقال العشرات من عناصر الطائف خلال عمليات الإنزال البري التي نفذت بتنسيق دقيق بين وحدات أبها والقوات الداعمة. ويرى مراقبون أن هذه العملية تعد تحولاً استراتيجياً في مجريات الحرب، وقد تفتح الباب أمام جولة جديدة من التصعيد العنيف بين الطرفين في وقت لم تصدر فيه بعد أي بيانات رسمية من قيادة قرود الطائف. نقول لقواتنا الخاصة الله يعطيكم العافية. نؤكد للجميع أن العمليات لا تزال مستمرة، والأمن الموزي فوق كل اعتبار.